السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة كويزين أب. اليوم جبت لكم وصفة جديدة اللي هي المقيرط، تصغير الكلمة مقلوط، يعني مقيرطات صغار. نبداو مباشرة على بركة الله. عندنا 2 كيلات سميد متوسط، 2 كيلات سميد متوسط مع كيلة فرينة، يعني النصف تاعها، نصف تاع كمية سميد. وعندنا نصف كيلة سمن، نصف كيلة سمن. كاين اللي يستعملوا الزيت والسمن، انا درت السمن وحده. كاين يستعملوا الزيت وحده، نو انا نبريفيري السمن احسن، تجي الكو تاعو شباب. عندنا القليل من الملح والفانيلا، وبالنسبه عندنا شويه مزهر. بالنسبه للعقده الداخل اكيد المقيرطه تجي فيه التمر. عندنا الغرس، هذا تمر المعجون، وضفت له شويه ملعقه سمن، وهنايا القليل من القرفه. القرفه ديجا راني ريحتها جديده، راهي ريحتها الله الله. المهم نبداو على بركه الله. واش نديرو السميد تاعنا. السميد تاعنا نوريكم الماركه اللي استعملتها، قلنا متوسط، راهو ليك لا مولا متوسط. خلاص هذه هي لا مارك. نبداو على بركه الله. نحطوا السميد تاعنا ونزيدو فرينه كيلة، 2 كيلات سميد بالنصف تاعها فرينه، معناتها 2 كيلة. ونزيدو السمن تاعنا، رشه الملح لافاني. نخلطوا هاد المكونات قبل مع بعض كما راكم تشوفوا هنايا. فوالا نقلع هذه نحتاجها فيما بعد. ونضيفوا السمن تاعنا. وصفه سريعه ما تحتاجش كامل الوقت، تندار ثمثم وطيب ثمثم، مش حاجه صعيبه كامل. كي ديري حاجه بيدك تضمني واش فيها واش ما فيهاش، تضمني باللي درتي حاجه مليحه وناقيه. انا كل حاجه نحب نخدمها بيدي. هكا بسي كامل السميد تاعك مليح، دخلي فيه هذاك السمن. نضيفو مباشرة المزهر. نبداو بشوية نبلو بالمزهر هكذا ونلمو. خليه يشرب مليح مزهر. نزيد هنا كمية نلبس بها ونكمل. نزيدو شويه، مازال يخصو شويه هكذا. ونكمل كامل العجينه نتاعي، خليها تشرب مليح، تاخذ راحتها يعني في نديرو بالمزهر. ديريه بالمزهر وحده يجي الكو تاعو رائع. انا في هذه الاثناء العسيله راهي طيب، العسيله نخدمها في البيت، كلش مخدوم في البيت. حتى ندير لكم التطبيق تاعها ان شاء الله. هكا خليه يشرب مليح مليح بهذه الطريقه، وديريه يرتاح باش ما يتحللناش من بعد في المقله كي نقلوه بهذا الشكل. اذا نتحصلوا على هذا القيوان تاع العجينه كتشوفي لازم تكون سهله طريه. نخلوه دوكا يرتاح شويه، خلوه يرتاح. ونخدم العقده تاعي، نغطيها بالبابي سيلوفان بهذا الشكل ونخليها ترتاح. نروح للحشوه نتاعي. بهذا الشكل خليها تماك.
نجيبوا الحشوه نتاعنا نلموها. قلنا درنا فيها ملعقه سمن، شويه التمر كما راكم تشوفوا الغرس، وملعقه قرفه صغيره وشويه سمن، ونخلطوه. ما ديري فيه لا سكر ني والو، يعني التمر الذوق تاعو وحده يكفي، حاجه سهله. اذا هاي الحشوه نتاعنا والعجينه واش ندير، نخليهم يرتاحوا حوالي 10 دقائق ربع ساعه ونرجع لكم. اذا هنايا راني شكلت الحرابيش تاع التمر تاعي بهذا الشكل. صغريهم خاطر المقيرطات تاعنا يجوا صغار، يعني ما يدوش بزاف التمر. اذا نجيبوا العجينه نتاعنا ونشكلوا حرابيش هكذا بالطول. اذا ونثقبوه هنايا في الوسط بهذا الشكل. قلنا باللي القيرطات تاعنا راح يجونا صغار، مش راح نكبروهم، يعني يسيو كيفاش ترقوه. نديروا الحشو داخل بهذا الشكل هكذا، ونكملي حتى الاخير، كملي حتى الاخير الاخر تاعك، وغلقي هكذا بهذا الشكل غير بالعقل هكذا هكذا حتى تكملي كامل الحربوش تاعك هكذا. اذا نسيو كيفاش نغلقوه مليح ونزيدو نرقو فيه، نزيدو نرقوه مليح مليح، يجونا مقيرطات صغيورين متحوفين، يعني تكلو في لقمه واحده بهذا الشكل. انا نروح نجيب السكين تاعي. اذا بهذا الشكل راكم تشوفوا الحربوش كيفاش رقيق. نديرو بلا باش نحطو فيه هنايا، ونقطعو مقروطات صغار بهذا الشكل، بهذا الشكل هاكم تشوفوا. نحطوهم في الصينيه كيفاش نديرهم متساويين هكذا. ونروح بهذا الشكل نزيد نريقلهم مليح بيامنا. نريقلهم كامل هذا الشكل، نريقلهم الاطراف ونحطهم كامل في الصينيه هنا قدامي هكذا. انا نكمل كامل الكميه ونكمل العجينه نتاعي بهذا الشكل. راكي تشوفي كيفاش الصينيه نكملو كامل ونرجع لكم. اذا هنا بعد ما شكلنا القيرطات تاعنا نجو نسخنوا الزيت بهذا الشكل، نقصوا لها للنار بعد ما تسخن، نسيوها لا سخنت ولا لا. شويه عجين هاي لك سخونه، نقصوا لها للنار ونحطوا القيرطات تاعنا لداخل في المقله ونخلوهم يتقلاو بهذا الشكل. نديرو الزيت تكون غامقه، دائما الزيت ديري في حاجه صغيره اللي ما تديلكش الزيت بزاف وتكون غامقه باش المقروط تاعك يتغطس كامل في الزيت ويطيب بالعقل بهذا الشكل. ولا عندك حاجه قديمه، هذو الحوايج ينقلاو في حاجه قديمه، ديري مقله ولا كاسخور قديمه خصيها سبيسيال لهذو الحوايج. انا هذه برك جاتني صغيره وغامقه شويه بهذا الشكل. نخلي المقروط تاعي
حتى يحمر، وما نحركوش بزاف، ما نحركوش مادام هو راه مغطوس في الزيت صايي سي بون، خليه كيما راه حتى يبدا يحمر نقلعو. بهذا الشكل نقصيلو النار باش يطيب لك من الداخل. نطلعو عليه. شوفي ليك المقروط تاعنا ما تحل ما والو، شوفي رائع، هاو بدا يحمر بالعقل. الان تقدري تحركيه شويه، ما تحركيش في الديبي راه خاطر يكون طري يقدر يتفتت. شوفي كيفاش رائع، ما نفتح لنا ما والو، رائع. هاوليك خليه يزيد يحمر. بعد ما قلع وحمار سي بون عليه هكذا، نقطروا شويه من هذيك الزيت، لازم يقطر شويه كامل، ونحطوه مباشره في العسيله اللي كنت خدمتها. هاوليك يقطر كامل من هذيك الزيت ونحطوه مباشره في العسيله وهو سخون بهذا الشكل. نقطروا مليح ونحطوه في العسيله. رائع، جا روعه. هاكي تشوفي ونحطو في العسيله، نغطسو بيان في العسيله هكا فرشيطه، ونخليه يشرب مليح مليح بهذا الشكل. انا نزيد نكمل الكميه نتاعي نقليها كامله ونرجع لكم. اذا نعاولك المقيرط نتاعنا بعد ما طاب حطيناه في العسل. كاينه استيس واحد الحيله نقولها لكم، يعني بزاف اللي يغلطوا يروحوا يديروا المقروط في العسيله ثقيله. ابدا المقروط ما نديروش في العسيله ثقيله. كاين اللي يروحوا يديروه في المرجان، ديجا العسيله تاع المرجان مكاينش اللي ما يعرفهاش. ابدا المقروط نتاعنا لازم له عسيله ما تكون ثقيله ما تكون خفيفه. اذا كانت ثقيله ما راحش يشربها، يقعد 2 جور 3 جور ما راحش يشرب العسيله هذيك. ولا كانت خفيفه راح يعجنون. يعني معناتها العسيله لازم تكون موين، ما هي ثقيله ما هي خفيفه. ديجا شوفوا القوام تاعها، انا خدمتها في المنزل. انا العسيله تاع المقروط ما نشريهاش، نخدمها في الدار تجيني قد. ها القوام تاعها ما هي ثقيله ما هي خفيفه. وراح نحط لكم التطبيق تاعها بما انه رانا نديرو في الوصفات المعسله هذه الخاصه بشهر رمضان الكريم. راح ندير لكم التطبيق تاعها في اقرب وقت ان شاء الله. المهم وخلوه هكذا يشرب غير بالعقل، ومن بعد تلقاوه باللي يشرب لكم
الا حطيتوه في عسيله ثقيله، هذه عسيله ما راحش تدخل لكم في المقروط مهما كان. نتحدى اي وحده تقول لي ندير المقروط في العسيله ثقيله ويشرب لي ويجي شباب، ابدا ما كاش منها. المهم هذه نصيحه عطيتها لكم من عندي، خذوها بعين الاعتبار وراح يخرج لكم مقروط رائع. المهم انا خليه يشرب واحد نصف ساعه حتى لساعه، ومن بعد نقطروا ونوريه لكم في طبق التقديم ان شاء الله. في الاخير هاوليكم المقيرطه نتاعنا واجد في طبق التقديم رائع. كلمسه اخيره باقيه شويه جلجلان محمص نزيدوه من الفوق. نتمنى تطبقوا هذه الوصفه مع النصائح اللي عطيتها لكم، وراح اكيد تنجحوا فيها. ودمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.